بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفيزياء. هنحل مع بعض النهاردة بعض الأسئلة على درس توصيل المقاومات اللي هو الدرس الثاني. والدرس ده يا جماعة مهم جدا وسهل جدا، مفيهوش أي مشكلة، بس تنتبه لبعض الأمور كده والدنيا هتبقى معاك كويسة جدا. أول سؤال بيقول 3 مقاومات متصلة على التوازي، أخد بالي من الكلمة دي. فإذا كانت مقاومة إحداها تساوي 1 أوم، في واحدة منهم 1 أوم، فإن المقاومة المكافئة لهذه المقاومات، بص التوصيل هنا على التوازي، المقاومة المكافئة دايما في التوصيل على التوازي تكون أقل من أقل مقاومة، أقل من أقل مقاومة موجودة، وبالتالي دي طبيعي. لو كان عندي فيهم واحدة ب1 أوم، لو كانت هي أقل حاجة فدي هتبقى أقل من ال1 أوم. طب لو كانت هي أكبر حاجة في ال3 برضو دي هتطلع أقل من 1 أوم، وبالتالي الإجابة ألف هي اللي صح. السؤال اللي بعد كده بيقول إيه؟ بيقول عندي 3 مقاومات كهربية، واحدة ب120 أوم، التانية ب60، التالتة ب40، فإن المقاومة الكلية لها عند توصيلها على التوالي مرة وعلى التوازي مرة. ما تتعبش نفسك، على التوالي يعني هتجمع، لأنه الآر التوتال المكافأة يعني جمع المقاومات دي، يعني أقول له R1 زائد R2 زائد R3. وانت عارف ان الجمع عمليه ابداليه، تقول 40 زائد 60 زائد 120 او 120 زائد 60 زائد 40 كله محصل بعض. اجمع كده عشان ما نضيعش وقت، 40 و60 100، وهنا 120 كمان، يبقى كله ب 220. اما لو حبيت اجيب المكافاه بتاعتهم على التوازي، فقانون التوازي بيكون من ضمن قوانين التوازي، اللي هو 1 على ار المكافاه بيساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3. يعني انت حضرتك مفروض تقول كده 1 على 40 زائد 1 على 60 زائد 1 على 120، هيطلع كل ده ب1 على 20. بس خد بالك ده 1 على المقاومة المكافئة، هي اللي طالعه ب1 على 20. فانا عاوز المقاومه المكافئه، يبقى انا هقلب الطرف ده يبقى ار توتال، وهقلب الطرف ده هيساوي، هقلب ده يطلعه لفوق كده، وهقلب التاني يبقى كده ب20، يبقى الار توتال بكام؟ ب20. ار توتال يعني ار المكافئه او الار الكليه يعني. السؤال اللي بعد كده رقم 3 بيقول لي أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للدائرة الكهربية المقابلة. تعالى الأول نشوف الدائرة الكهربية المقابلة، نمسح الحتة دي كده الأول علشان إيه ما تضايقناش، وبعد كده نبقى إيه نشوف الدنيا ماشية إزاي. على كده بسم الله. أولا أنت لازم تكون عارف اتجاه التيار كويس جدا. التيار بيطلع من القطب الموجب كده، بيعدي على المقاومة R2، ما توزعش، يعني هو عدى بالكامل. اول ما يوصل هنا بقى يبدأ يتوزع، جزء هيروح ناحية اليمين، جزء هيروح ناحية الشمال. الجزء اللي هيروح ناحية الشمال هيلف ويجي يقف عند النقطة دي كده. اما الجزء اللي راح ناحية اليمين هيتوزع كمان مرة جزء منه هيروح كده وجزء هيروح كده. الجزء اللي هيروح كده هيمشي في المقاومة 4 والمقاومة 5 مع بعض. خد بالك انا بشرح، خد بالك من الشرح عشان بعد كده تبقى سريع انت في الحل. فكده R4 وR5 ماشي فيهم نفس التيار، ماشي فيهم نفس التيار، يعني اللي هيمشي في R4 هو اللي هيمشي في R5. يبقى R4 وR5 دول متوصلين على التوالي، لان ماشي فيهم نفس التيار في مسار واحد. وبالتالي لما تيجي تبص للاختيارات كده هتلاقي المقاومتين R4 وR5 متوصلين على التوازي، اقول له دي غلط، ده هم على التوالي. طيب اداه واحده خلصنا منها. طيب ركز معايا بقى في الاختيارات، بيقول لي المقاومتين R2 وR3 متوصلين على التوالي. بص احنا لسه قايلين R4 وR5 كان ماشي فيهم نفس التيار، اما R2 وR3، R2 كانت واخده التيار الكلي، R3 بقى بعد ما التيار الكلي كان اتجزأ مره ورجع اتجزأ كمان مره، R3 واخده تيار مختلف هنسميه مثلا I3.
هل التيار ده زي التيار ده؟ هل هم لهم مسار واحد؟ لا، ده في نقطة توزيع هنا للتيارات، يعني في نقطة هنا وزعت التيار ورجعت وزعته كمان مرة، فمستحيل طبعا التيار اللي هنا هو اللي يبقى ماشي هنا، فكده R2 و R3 مش توالي ابدا، ما هماش توالي. وعلى فكرة ما اقدرش اقول عليهم توازي، لانه هيقابلنا قدام انه في مقاومات لا تتصل توالي بقى ولا توازي، دي كده ما بتصلوش ايه على التوالي. طيب المقاومتين R1 و R3 متصلين على التوازي، تعال نشوف R1 و R3. بص يا سيدي صلى على النبي، عشان تفهم دي افهم معايا طريقة كده جميلة هقول لك عليها. مثلا دي نقطة كانت نقطة توزيع تيار، فأنا مثلا هسميها نقطة وليكن نقطة A. قول لي يا أستاذ ده إيه؟ من هنا لهنا، من النقطة دي للنقطة دي سلك فاضي، فلازم أرقم دي برضو تاخد نفس الاسم A برضو. يبقى أنت كده هتتعلم حاجة، لما يقابلك سلك فاضي تديله نفس الرقم، لكن لما تعدي من على مقاومة لازم تغير الاسم، لازم تغير الرقم ده أو الحرف اللي أنت حاطه ده. يعني مثلا أنا هنا كان إيه؟ طب وهنا دي نقطة أهي، نقطة توزيع أو تجميع، وأعرفك الفرق بين نقاط التوزيع ونقاط التجميع. قلنا نقاط التوزيع والتجميع دول بيتميزوا بإن يكون لها 3 فروع، يعني زي كده ده فرع وده فرع وده فرع، هنا برضو ده فرع لفوق فرع يمين فرع شمال، يبقى دي اسمها نقطة توزيع أو تجميع. طبعا النقاط بس اللي عندي هي اللي بتتسمى، يعني مثلا النقطة دي ما تتسماش. ليه ما تتسماش؟ لأن دي مش نقطة لا توزيع ولا تجميع، دي لها فرعين اتنين، يعني ما عندهاش توزيع في التيار ولا حاجة ولا تجميع في التيار. طيب النقطة دي بقى كانت ايه؟ النقطة دي بعد ما عديت المقاومة اديها ايه برضو؟ لا، اديها حرف تاني خالص B. طيب تعالى بقى كده بالراحة نشوف، ده برضو سلك فاضي، يبقى النقطة دي تاخد نفس الحرف B. تعالى بقى نشوف R1 بادئة منين ومنتهية فين. هتلاقيها بادئة من عند النقطة A ومنتهية عند النقطة B، يعني بدايتها عند A نهايتها عند B. طب وR3 بدايتها برضو كانت عند A ونهايتها عند B. لما الاقي مقاومتين متفقين في نقطة البداية ونقطة النهاية اقول عليهم توازي، يبقى الإجابة دي صحيحة، فعلا R1 وR3 توازي. طيب تعالى بقى نخش على السؤال رقم 4. بيقول لديك 3 مقاومات قيمة كل منها 3 أوم، يبقى أنا عندي 3 مقاومات والواحدة منهم ب3 أوم متصلة ب4 طرق مختلفة كما بالأشكال التالية. فإن طريقة التوصيل التي تكون فيها قيمة المقاومة المكافئة عاوزها ب4.5. تيجي نجيب المقاومات المكافئة لل4 أشكال وبعدين نبقى نختار براحتنا بقى. بص يا سيدي صلى على النبي، أولا ال3 مقاومات دول متفقين في نقطة البداية، لو أنا سميتها A مثلا ونقطة النهاية B، فهتلاقي دي بادئه من عند A منتهيه عند B، واللي في النص دي بادئه من عند B A منتهيه عند B، وبرده اللي تحت دي بادئه عند A ومنتهيه عند B، يعني اذا متفقين في البدايه والنهايه، اذا دول توازي. وطالما دول توازي وقد بعض اجيب لهم الار المكافئه على طول، واحده منهم على عددهم، يعني واحده منهم ب3 عددهم 3، يطلع هنا كام؟ يطلع هنا المحصله ب1 اوم. ماشي، يبقى دي ب1 اوم. طيب تعال نجيب دول توالي يا استاذ، دول توالي، والتوالي احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنجمع، يبقى 3 زائد 3 زائد 3 يبقى اديك 9 اوم. يبقى انا هشاور بس هنا ب1 اوم، هنا كده 9 اوم. طب وهنا استاذ دي مقاومه لوحدها ودول مقاومتين في مجموعه، والمجموعه دي على التوازي. هتقول لي ليه على التوازي؟ اقول لك تعالى هما متفقين في نقطه البدايه ونقطه النهايه، دي بادئه من عند A منتهيه عند B، ودي بادئه من عند A برضو منتهيه عند اهي، بادئه من عند A منتهيه عند B، دي برضو بادئه من عند A منتهيه عند B. طيب يبقى دول توازي، التوازي دول واحده منهم على عددهم طالما قد بعض، طب لو ما كانوش قد بعض كنا نقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طب واحده منهم يعني ب3 على عددهم هم 2 يديك 1.5، بس خد بالك دي المجموعه دي، طب ودي معاها توالي، يعني المجموعه دي ترتبط بالمقاومه 3 توالي، 3 و1.5 يديك 4.5 اوم. تعالى بقى نشوف الاخيره. الاتنين دول لو انا كان عندي تيار هنا كان هيجي هنا ويخش منه جزء هنا وجزء ينزل هنا، الاتنين دول هيفوت فيهم نفس التيار اللي فوق، يبقى دول على التوالي، يبقى يتجمعوا 6. طيب يا استاذ واللي تحت دي معاهم
وهلاقي بقى انه الستة دي انا ممكن اشيل دي ودي كده، اشيل الاتنين دول التلاتة والتلاتة واحط واحدة بس ب6 اوم. هلاقي ان المقاومة 6 اوم اللي فوق بدايتها عند النقطة A ونهايتها عند النقطة B. طب والمقاومة 3 اللي تحت دي بادئة من عند النقطة A ومنتهية كده عند النقطة B، يبقى دول على التوازي. 6 مع 3 على التوازي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يديك كام؟ 6 في 3 ب 18 على 6 زائد 3 ب 9، 18 على 9 فيها الاتنين اوم. يبقى اصبح انا بقيت عارف كل حاجه هنا. دي بواحد، دي ب9، دي ب4.5، دي ب2. نشوف بقى الاختيارات او المطلوب اللي كان طالبه ايه. طالب اول واحده ب4.5 اوم. مين ال4.5 اوم؟ رقم سي. يا ترى سي حاططها في انهي واحده؟ حاططها في ج. خد بالك في الامتحان ممكن احط لك سي في الف، فانت هتختار ساعتها الف. عاوز تختار الشكل سي بس هو حاطط لك ما تتعودش بقى انه سي يبقى ج، لا. يعني الطالب متعود ان الف هو ايه، ب هو بي، ج هو سي وهكذا، لا. ممكن احط لك السي دي هنا في دال، يبقى تختار دال ساعتها وهكذا. فركز في النقطه دي كمان. طيب عاوز بقى ب2 اوم. مين اللي كانت طالعه معايا ب2 اوم؟ الاخيره دي اللي هي دي. الشكل دي فين؟ ده في دال. طيب عاوز واحده ب1 اوم. اللي كانت طالعه معايا ب1 اوم يا جماعه اهو، اللي كانت ايه، اللي كانت ايه محطوطه في الف، يبقى اختار الف. ده كان السؤال الرابع. تعال بقى نشوف السؤال الخامس. بيقول ان الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه، فاي المقاومات تؤدي ازالتها من الدائره الكهربيه الى زياده قيمه المقاومه المكافئه. ايه يا ترى المقاومه اللي انا هشيلها من دول ممكن تزود لي المقاومه المكافئه؟ بص، دايما التوازي بيقلل المقاومه المكافئه، فلو شلت واحده هزود المقاومه المكافئه. يعني كلامي اهو منطقي جدا. دايما التوازي بيعمل ايه يا جماعه؟ التوازي بيقلل المكافئه. يعني مثلا لو كان عندي هنا مقاومه ب6 ومعاها مقاومه ب3، انتوا عارفين المكافاه بتاعتهم تبقى ايه على التوازي؟ المكافاه بتاعتهم تبقى ب2. قلت ولا ما قلتش؟ قلت. طب لو شلت ال3 بقت المكافاه ما عادش الا دي بس ب6، يبقى المكافاه زادت. فاذا لما يجي دايما يسالني مين اللي تتشال فزود المقاومه المكافاه، اقول له واحده من اللي على التوازي. مين اللي على التوازي هنا؟ يا اما 2 يا اما 3، يا اما ار2 يا اما ار3. نشوف في الاختيارات. ار1 لا، ار2 هي دي. هي دي لو شلتها هتزود لي قيمه المقاومه المكافاه في الدايره. تيجي نديك ارقام وهنخلي ده اخر سؤال عشان ما نطولش عليك الفيديو. واديك ارقام مثلا، خلي دي ب2 اوم، دي ب6، دي ب3، دي ب مثلا ب4. يلا والله يا استاذ انا عندي ال6 مع ال3 دول المكافاه بتاعتهم هتديني كام؟ هتديني 2 مجموعه على دي اللي هي ب4 مجموعه على دي اللي هي ب2. انتوا عارفين المقاومه المكافاه هنا كام؟ هتديك 8. طب افرض انا شلت دي يا استاذ، تعرف تجيب لي المكافاه؟ دي ودي ودي هيبقوا توالي ساعتها. الاثنين والستة والاربعة هيبقوا توالي. طب 2 و6 8 و4 12. مين الاكبر دلوقتي؟ لما شلت المقاومة دي طلعت المكافأة ب12، يبقى زادت ولا ما زادتش؟ زادت. كانت 8 وبقت 12. فده كده بعض الملحوظات اللي حبيت افتحها معاك كده في فيديو خفيف، يعني خفيف. لو انت اتعلمت منه حاجة حاول تدعمنا كده وتدعم القناة ان شاء الله، وانا هنزل لك فيديو تاني وتالت ورابع هنلم فيه كل الافكار. بس انا كنت قاصد اعمل فيديو خفيف علشان خاطر ايه؟ مزاجك كده يحلو وتحب الدرس ده، لانه الدرس ده فيه يا جماعة كمية افكار كتيرة جدا. تمام؟ كان معاكم مستر وليد من قناة فنون العلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.